سيادة الوزير، خلينا نروح للملف العمالة المصرية في الخارج. إذا كان في صعوبة للحصر داخل مصر، هل يا ترى الوضع نفسه بالنسبة للعمالة المصرية في الخارج ليس لدينا إحصائيات بالأعداد؟ إحصائيات ما عندناش، لكن مسألة الحصر للعمالة المصرية في الخارج هي أسهل. احنا دلوقتي بصدد ان احنا بنعمل زي ابليكيشن كده بالاتفاق مع وزارة الخارجية، عشان يبقى في عند تقديم اي خدمة قنصلية من خلال القنصلية المصرية او من خلال المكاتب العمالية انه يكون مسجل نفسه في قاعدة البيان. احنا عندنا طبعا ارقام تقريبية، بس احنا عايزين قاعدة بيانات عشان نتعامل معاه، عشان نبقى دايما يعني العين اللي شايفاه في كل حتة. مش عشان حاجة، اقول لك على حاجة، انا كنت في الكويت وقعدت مع المصريين عشان اقول لهم ان احنا عايزين نعمل قاعدة البيانات والكلام ده كله. فواحد طلع لي بسؤال ظريف جدا، قال لي انتوا هتاخدوا ضرائب علينا؟ وانا قلت له انا طلبت منك اساسا اي بيانات عن مرتبك؟ انا كل العملية انا عايز اخدمك، انا عايز لما تبقى في عندك اي موضوع انت بتواجهه داخل الدولة اللي انت فيها تلاقي حد دايما معاك. الناس بتنظر بريبة للحكومة. طالما شافوني انا مش عايز اتشاف. جدار الثقة صعب. فمسألة ان انت احنا بناخد مجهود برضو عشان نعيد بناء جدار الثقة. احنا عندنا مكاتب تمثيل عمالي عندنا في كام دولة؟ عندنا كل الدول الخليج، السعودية، الكويت، العراق، الامارات، الاردن، في كمان في ايطاليا، تمام. في بعض المكاتب طبعا مقفولة زي ليبيا دلوقتي، تمام، وكان اليمن برضو مقفول. على اي اساس بيتم اختيار من يقوم بهذا العمل الذي يكون في مكتب ده موضوع بقى، لان هي المسألة ده موضوع مهم. عملنا منظومة صغيرة بينهم وبين بعض. المنظومة دي هي ايه؟ هي علاقة فيها كل المكاتب العمالية على التليفون، بحيث ان كل واحد فيهم يكتب اي موضوع عنده، اي مشكلة عنده، اي شيء بيعمله. ابتدوا يحطوا ان هو جات له مشكلة الفلانية مع العامل المصري وحلها، ده حصل فيه مشكلة مع المصنع الفلاني وحلها. ابتدوا هم كلهم ينقلوا خبرات لبعض. برافو عليك. خبرات، وبرضه ابتدوا يحمسوا بعض. طبعا احنا عارفين وملمين ان هذا الموضوع موضوع بيهم كثير من المصريين جوه وبره، فاحنا بنعمل عليه متابعة، يعني مش عايز اقول لك شبه يومية. النهاردة في إدارة متخصصة هنا عشان تتابع المكاتب العمالية وتتابع الملحقين، وايه هي المعوقات اللي بتقابلهم، وهي هي المشاكل اللي بتقابلهم، ولو كان في شكوى متاحة من اي حد من العمالة بتجينا هنا، بنحاول نتعامل مع الملحق ان انت دي لازم تتحل ولازم تخلص هذه المشكلة. بينجز هذه المشكلة في 48 ساعة. تقريبا عندنا عمالة قد ايه تقريبا بره؟ يعني نقدر نقول برضو في من 10 ل 12 مليون هي مصر على مستوى الجمهورية، على مستوى العالم كله. هو مصر عندها 10 12 مليون بره؟ انا يعني انت لو حسبت، اصل انت لو حسبت يعني الاحصائيه دي ممكن كمان نقدر نجيبها من خلال وزاره الداخليه تبقى ادق كمان. نعم. انت النهارده في ارقام رسميه جوه الدول، خلاص. فلما نيجي نتكلم مثلا على دوله من الدول الخليج فيها 2 مليون، ده السعوديه، ده الرسمي. تمام. طب غير الرسمي؟ يعني انت في الجائحه كشفت لنا ان في عماله موجوده بشكل غير رسمي. نعم. كتير، ورجع منهم اللي هم بيقول لك العماله رجعت. العماله ما رجعتش، ده اللي كان موجود بشكل غير رسمي وما عادش بعد الجائحه لاقي اي حاجه يعملها راح راجع يرجع. بس يعني حضرتك بتقول لي ان العماله المصريه في الخليج مثلا لم تتاثر بجائحه كورونا وما رجعش اعداد كبيره منها؟ ما رجعش، وما زالت حتى هذه اللحظه اللي احنا قاعدين مع بعض فيها بتطلب. وعندي طلبيات من مكاتب الحاق عماله لعماله في دول الخليج بتطلب العماله المصريه حتى هذه اللحظه. الطيران مقفول، صح؟ والطيران وهو مقفول في طلبيات موجوده في مصر. يعني لم يحدث تاثر في بلد من البلدان مثلا بنسبه اكبر؟ لا. ما هي ليها اسباب. يعني حتى واحنا بنتكلم وبنناقش، تمام، دايما لما نحلل الارقام نقدر نعرف لو احنا حصرنا العماله في الجائحه اللي رجعت قد ايه، كام، 10 12,000. شوف انا بقول ايه. 12,000 دول منهم ما لا يقل عن 6-7,000 عماله ما لهاش شغل هناك. يعني هو اما راح او انتهى عمله او راح ما لقاش شغل
وراح بطريقه معينه وما لقاش شغل، فخلاص الاول كان قاعد بيلقط رزقه هنا، بيشتغل شويه هنا ويقعد اهو ممشي نفسه لغايه ما يلاقي حاجه دائمه. جت الجائحه عليه. الجائحه لما جت طبعا عملت تاثير سلبي على كل الاماكن العمل، فهو لا لاقي شغل ولا لاقي حاجه ياكلها، وخايف من الجائحه من الكورونا. نعم. فيعمل ايه؟ قال لك لا انا اروح بلدي افضل. فراحوا ايه متجمعين وعايزين وروحوا بالفعل. عددهم كامل من دوله واحده 5300 واحد اللي هم تم حصرهم وتم تسجيلهم. دول كانوا من السعوديه ولا من الكويت؟ لا كان من الكويت. من الكويت.